في خبر عاجل، انفجر الإعلام الجزائري بعد فوز السيد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية رسميا بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي عوض الرئيس الحالي باتريس موتسيبي الذي ستنتهي ولايته في العام القادم 2024، حيث أكد الإعلام الجزائري بأنهم يتمنون تواجد رئيس مثل فوز القجع في الجزائر، معتبرين بأنه لو كان هذا الأخير في الجزائر سيكون قادرا على تطوير الكرة الجزائرية في جميع المستويات عوض الاتحادات الجزائرية التي تولت على رئاسة الاتحاد الجزائري الفاف، معتبرين بأن القجع في حال تواجده في الجزائر فإنه سيكون قادرا على إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي الفيفا بمنع المنتخب الجزائري الأول من المشاركة في كأس إفريقيا القادمة في الكوت ديفوار. هذا وقال محلل جزائري: أتمنى من كل قلبي أن يكون لدينا رئيس مثل رئيس الاتحاد المغربي فوز القجع في الجزائر. يجب أن نعترف، القجع رجل ذكي، ولو كان في الجزائر لكان قادرا على إلغاء عقوبة منع منتخبنا الجزائري من المشاركة في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار في العام القادم. فوز القجع يعتبر أفضل رئيس جامعة كرة القدم في إفريقيا ككل. بصراحة لا يجب علينا أن نقارن بين فوز القجع ورئيس الاتحاد الجزائري وليد الصادي، لأن القجع ركم خبرة كبيرة بينما وليد الصادي يعتبر جديدا في هذا الميدان، وسنرتكب خطأ كبيرا وفادحا إذا قارنا بينهما. يجب أن ننصح وليد الصادي بالتعلم والاستفادة من خبرة رئيس الجامعة الملكية المغربية فوز القجع، وذلك عوض المقارنة بينهما، بينما تمنى الإعلام الجزائري رئيسا جزائريا مثل القجع متحسرا على غياب مثله في الجزائر.